السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض خميرة الفاش الصعيدي. دي يا جماعة الخميرة الأصلية ليه، مكوناتها سهلة خالص وكمان بسيطة مش معقدة خالص يعني. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس قبل اي حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنبدأ فيها ان احنا هنعقم البطرمان بتاعنا كويس اللي هنشتغل فيه، ولازم طبعا يا جماعة نغسله كويس ونعقمه بمية سخنة او مية مغلية، وبعدين نتخلص من المية ديت وننشفه كويس جدا. بعدين هتجيبي هنا 4 معالق من السمسم، يا دوبك بس هتديهم ضربه في المطحنه ان هم يكسروا، مش عايزاهم ان هم يطحنوا، لا عايزاهم بس يتكسروا. 4 معالق من السمسم هننزل عليهم معلقتين من الدقيق ونقلبهم كويس جدا، وننزل عليهم كمان بكوبايتين من اللبن. بعد ما قلبناهم كويس كده هننزل عليهم كوبايتين من اللبن او الحليب السخن جدا المغلي. اللبن هنا او الحليب ما ينفعش ان هو يكون بارد، لازم يكون مغلي. لو انت مش حابه تعملي بالحليب وحابه تعملي بالميه هتنفع برضو عادي، مش هنعقد الدنيا. بس هنضيف هنا معلقتين من اللبن البودر او الحليب البودر. يعني حابه تشتغلي بلبن او حليب براحتك، حابه تشتغلي بالميه براحتك، في الحالتين هتنفع. بس اهم حاجه في الحالتين يكون اللبن او الحليب مغلي. لازم يا جماعه ان هو يكون مغلي. وبعد كده هنجيب كيس تلاجة يكون طبعا جديد او نضيف، ونقفل بيه البطرمان بتاعنا ونغطيه كويس جدا. دي كده هتقعد يا جماعه هتخمر معايا في 16 ساعه، يعني عامه 16 ساعه او 18 ساعه في الصيف. لو احنا في الشتاء تاخد 24 ساعه. نعمل ايه بقى لو عدى عليها الوقت وما خمرتش؟ يعني عدى عليها ال 24 ساعه وما خمرتش معاكي، نجيب البطرمان بتاع الخميره دوت وندفي الفرن كويس. اهم حاجه يا جماعه ندفي الفرن مش نسخنها، اول تسخنوها الخميره تبوظ. هندفي الفرن وندخل الخميره دي فيها لمده 5 دقايق كده، هنلاقيها ان هي فارت وبقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينها دوت. بعد كده هنجيب الخميره بتاعتنا ونفضيها في طبق، شايفين بالشكل دوت. بصوا بقى يا جماعه، في حاجه انا ما قلتلكوش عليها، احنا الخميره ديت هنعمل بيها 10 كيلو دقيق. لو انت حابه تعملي 5 كيلو يبقى نص الكميه، نص المقادير اللي انا عملتها ديت هتعمليها. يعني هتعملي كوبايه لبن على معلقه سكر على معلقتين من السمسم، بس بنفس الطريقه اللي انا عملتها ديت. بس عامه انا عامله الكميه ديت ل10 كيلو دقيق. عندي هنا يا جماعه 2 كيلو من الدقيق هكسرهم على الخميره ديت. يعني بعد ما حطيت الخميره في الطبق زي ما انتم شايفين، هحط هنا بقى 2 كيلو من الدقيق. هعجن بقى العجينه كويس جدا، ولو لقيناها محتاجه شويه ميه هنضيف لها، ما تكونش الميه سخنه ولا تكون ساقعه، الميه تكون دافيه يا جماعه. وهنا بقى العجينه هتكون اخف من بتاعه الزلابيه بشويه. اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا بحط في البطرمان وبعد كده بروح منزلها على العجين دوت او الخميره ديت. نعجن بقى لغايه ما نلقى العجينه بتاعتنا او الخميره بتاعتنا اخف من عجينه الزلابيه بشويه. بعد كده بقى هنجيب هنا شويه من الدقيق هنرشهم كده على الوش، ونغطي بقى الخميره ديت ونخليها لغايه لما تخمر. فيديو الشريك يا جماعه هتلاقوه في الرابط اسفل الفيديو، هحطه لكم او هحطه لكم في تعليق مثبت. وباي باي.